السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لسه مكملين في رمضان وشهر الفرحة وشهر الخير. انا النوع دي قناتي، اوعوا تنزلوا تعملوا لايك وتنسوا كمان تعملوا اشتراك عشان كل جديد يوصل لكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض اكل مطاعم، هنعمل شوية بقى شاورما سوري، مش عايزة اقول لكم حكاية حكاية. وبقل التكاليف وبقل كمان يعني الخامات اللي موجودة في البيت كلها، عشان نجيب حاجة من بقى اللي موجود في البيت هنستعمل. وكمان هنعمل بقى معاهم شوية رز بقى بالبسلة والجزر، حكاية حكاية بجد. يعني تاكلوا صوابعكم وراهم والله العظيم. يلا بينا نصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام ونبدأ ايه في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا كوباية لبن كده. طبعا المفروض الوصفة فيها زبادي، بس احنا قلنا نستعمل ايه؟ اقل التكاليف. حطيت عليها معلقة خل عشان ايه؟ تكتل كده معايا وتعمل زي الزبادي. بصوا بقلبها كده، بصوا بقى بدأت اللي هي تتقل ايه شوية زي ما انتم شايفين كده. ومعايا وراك الدجاج ديت انا غسلها كويس جدا بملح وليمون ومصفياها والدنيا زي الفل. بس قبل ما نبدأ في الدجاج، بصوا بقى انا معايا الكيس اللي هو بتاع الشاورما السوري دوت، وهحط عليه شويه فلفل اسود وبس كده. ما تحطيش ملح عشان التتبيله دي بتبقى حادقه. التتبيله دي تقريبا بتكفي من نص كيلو لكيلو الا ربع، وانا معايا كيلو الا ربع النهارده ايه وراك دجاج. اقلبها بس كده كويس عشان ميبقاش فيها اي تكتلات ولا اي حاجه خالص، ولو فيها اي حاجه ببدا لنا ايه يعني اقلبها كده كويس. ووراك الفراخ معانا هي ما شاء الله جميله، هي احسن حاجه للشاورما السوري اللي هي تتعمل بالاوراق. لو عندك صدور عادي مفيش مشاكل خالص. وعايزه اقول لك كمان لو عندك زبادي بدل اللبن اللي انا حطيته حطي، لو عندك لبن قاطع حطي، لو عندك قرايب حطي، يعني التلاتة هينفعوا ما شاء الله. بس حطيت كده كل واحده، وبين كل واحده وواحده بقى ابتدي ان انا ايه انزل عليها ايه اللبن اللي انا عملته، وهغطيها لمده ساعتين تلاتة كده في التلاجة. هغطيها بكيس واسيبها ايه في التلاجة. حاسه انتوا نسيتوا اللايك، يلا حطوا اللايك بقى، حطيته واشتركتوا. هنا بقى معايا ايه الخضار بتاعنا اللي هو البصل والفلفل الالوان. لو عندك فلفل الوان حطي، انا كان عندي اخضر وحار حطيت. وكمان معايا بقى ايه كوبايه بسله كده، خدتها بس سلقه كده لمده 10 دقايق عشان خاطر ايه بس ايه الرز بتاعنا. ومعايا كمان الجزر هقطعه. هنا بقى ايه الحل عشان نعمل الرز بتاعنا. خلاص سيبنا الفراخ في الايه في التلاجة، هنعمل بقى الرز بتاعنا قبل ما ايه الفراخ بتاعتنا تاخد تتبيله كده شويه. قطعت كده بصلايه كبيره وحطيت عليها شويه سمنه وشويه زيت. ومعايا 3 4 جزرات كده قطعتهم كده مكعبات صغننه زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا ايه انا مش عايزه البصله تاخد لون، البصله بس يا دوبك اصفر كده دبلت بس شويه صغيره. نزلت طبعا عليها رشه السكر بتاعتنا زي ما انتم عارفين، اهم حاجه رشه السكر. ونزلت عليها بعد كده ايه بالجزريه، وشوحت الجزره كده مده دقيقه دقيقتين. وبعد كده رحت نازله بالايه بالبسله. وبعد كده بعد ما اتشوحت البسله كمان مع الجزر والبصل، نزلت عليهم كده بكوبايتين ورز بلدي مصري عادي يعني، مغسولين مش منقوعين ولا حاجه. واقلب كده بقى وشوفوا شكله وجمال الرز وحلاوه. عايزه اقول لكم ان انا عايزه ارحب بكل الناس الجديده اللي نورتني في القناه. كلكم فوق دماغي، والناس القديمه طبعا كلكم فوق دماغي، بحبكم قوي بجد. ربنا يديمكم يا رب نعمه في حياتي. هو بقى تنسوا اللايك وتنسوا الشير، ماشي؟ اعملوا شير كتير كتير كتير. بس الرز ده جميل جدا جدا جدا، طعمه بيبقى تحفه تحفه تحفه. رز هنحط له ملح وفلفل ومرقه دجاج وقرفه وفلفل اسود. بس خدوا بالكم عشان الرز دوت ما تكتروش عليه الميه، عشان طبعا البسله احنا سلقنا شويه والبصل هيجيب ميه والجزر وكده، فما تكتروش عليه الميه. وخدوا بالكم انتوا توطوا عليه عشان برضو ده طبعا ده في خضار، فممكن الخضار يلزق ايه من تحت. بس خلاص غلي معانا، هوطي عليه زي الرز العادي، بس كل شويه هديله ايه تقريبا كده عشان خاطر ايه ما يلزقش معايا تحت. هنا خلاص كانت ما شاء الله بقى المغرب خلاص وجبت. هبتدي بقى انا اطلع يعني كده قبل الفطار حوالي ب5 دقايق. عايزه اقول لكم اكله سريعه جدا بجد والله العظيم. يعني ممكن اصلا كمان تبلي الفراخ دي من بالليل. جبت بقى الطاسه بتاعتي، طلعت الفراخ بتاعتي، حطيت في الطاسه بتاعتي ايه معلقتين 3 كده زيت عشان احنا ما حطيناش على الشاورما بتاعتنا. وحطيت كمان عليها ايه مكعبين زبده حلوين، وسبت الطاسه كده تاخد وتدي كده تسخن مع نفسها، بس على نار هاديه مش نار عاليه، نار ايه نار هاديه عشان الطاسه ما تحرقش معانا من قبل ما ايه ما ننزل الفراخ. واهم حاجه برضو الفراخ تبقى ايه تبقى الطاسه تبقى سخنه. ونزلت بقى عليها بالايه بالفراخ بتاعتي، بس ما بين كل واحد والتاني انا بحط ايه بستنى 5 دقايق قبل ما الطاسه ترجع تسخن تاني. وانا كان معايا شويه تتبيله من التوابل السوري اللي انا كانت معايا ديت، اللي هو الكيس اللي كان معايا حطيته معايا عشان يديه طعم احلى، عشان ميبقاش ايه في التتبيله وبس. عايزه اقول لكم طب ليه انا بتسويها كده اهوت ليه ما قطعتهاش؟ عشان خاطر السوائل اللي فيها ما تفقدهاش. انا بحب اعملها كده، مش بحب ان انا اقطعها من الاول. لو قطعتها من الاول بحس ان هي تنشف معايا، انما كده اتفرجوا على الطراوه اللي فيها يعني والله العظيم والله العظيم بجد احلى من بره كتير كتير كتير. اتمنى يا رب انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. بصوا اللون بقى والجمال، كل يعني يعني كل جنب كده ياخد حوالي دقيقتين 3. شوفوا بقى اما تبقى الطاسه سخنه ما شاء الله بتطلع اللون جميل وحلو ازاي. والطاسه بتاعتي ما جابتش ميه ولا اي حاجه،
وريحه زي الفل. عايزه اقول لكم ريحه ضرب نار ضرب نار. فظيع. ايه رايكم في الطماطم الاموره دي؟ الطماطم في السوق ما شاء الله حلوه اليومين دول ب5 و6، جميله بصراحه، حلوه قوي. انا بحب الطماطم الصغننه قوي، حتى لو هشتريها غاليه برضو بنقي منها الصغننه. قولي لي بقى انتوا كمان زي كده ولا بتنقوا الطماطم الكبيره؟ بتحبوا الطماطم الكبيره؟ انا بحب اي حاجه صغننه بصراحه يعني. بصوا بقى اللون اللي جميل بقى اللي خدته الفراخ بتاعتنا، حاجه كده يعني في منتهى الجمال. حاسه انتوا ما عملتوش اللايك ولا اشتركتوا كمان في القناه؟ يلا عشان خاطر اشتركوا واعملوا كمان ايه، واعملوا لايك واعملوا شير كتير كتير كتير. بصوا بقى كده بعد ما عدى ايه دقيقتين 3 كمان على الناحيه التانية هنقلبها بقى ونشوف اللون الخطير. بصوا لون شوي اكنك بتشوي. عايزه اقول لك كمان لو عندك فحم ممكن تعملي حته فحمه ايه وتحطيها فيها بعد ما تستوي، هتبقى فظيعه. بس انا للاسف ما كانش عندي وقت اصلا خالص. يعني عايزه اقول لكم يعني كان فاضل 10 دقايق اصلا على على المغرب اصلا. انا لولا بس جوزي بيروح يصلي ويرجع، لولا انا لحقت اكملها. يعني الحمد لله لحقت افطرهم يعني، بس من كتر ما هي اكله سريعه اصلا. بصوا اللون وجماله حلو حلاوه مش عايزه اقول لكم. بس بقى كده هجيب بقى المقص بتاعي. ما تخافوش دلوقتي بقى كده خلاص هي خدت التشويحه الحلوه. كل السوائل اللي فيها ايه خلاص بقت يعني موجوده ايه جواه. مش هنعمل اي حاجه، بس هو يستحسن ان احنا نسيبها كمان شويه تستريح. بس انا طبعا عشان ما عنديش وقت فاقطعها، واحنا كده كده هناكلها في الطاسه بتاعتها، فعادي كل السوائل اللي فيها هتبقى فيها جميله كمان. بصوا انا لسه ما حطيتش خضار لغايه دلوقتي. ليه؟ نوع عشان عايزه الخضار يبقى معايا فريش. يعني يا دوبك احط الخضار ده بس يعني دقيقه واحده بس كده. بس بصوا بقى هنا عايزه اوريكم حاجه، للفراخ ما استوتش سوا كامل. الفراخ لسه فاضل لها يعني تقريبا نستوي كده 75%. 25% هتاخدهم بعد ما ايه، بعد اللي انا ايه، بعد التقطيع اللي انا ايه هقطعها. بس كده همسك بقى كل الكميه اللي معايا اقطعها. بصوا ما شاء الله جمالها وحلاوتها. عايزه اقول لكم والله ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه. عايزه تحطي توابل تانية زودي من في التوابل اللي انت بتحبيها ضيفيها. بس انا بصراحه بحب اجيب الظرف اللي هو بتاع التتبيله السوري دوت، واحط عليه علبه زبادي او شويه اللبن زي ما وريتكم. بس بقى خلاص كده اتاكدت ان الفراخ بتاعتي تمام وخلاص خدت السوا الكامل. هبدا بقى انزل بالخضار عشان مش عايزه خضار يدبل، احنا بناكله من بره بيبقى الخضار فريش كده وجميل. نزلت بقى بالبصل بتاعي والفلفل الحار والفلفل كمان الرومي، لو عندك فلفل الوان حطي هتبقى خطيره وتبقى جميله. لو عندك كمان ذره حطي عليها بتبقى حلوه قوي كمان، تبقى اضافه جديده كده طعمها مش متوقع بس بيبقى طعمه حلو قوي. حطي نوع الطماطم دي امتى هحطها؟ بس في الاخر خالص يعني اخر دقيقتين 3. لو عايزه تحطي عليها توم حطي، بس انا بصراحه ما بحبش توم، بحبش طعم التوم يعني ظاهر اوي في الشاورما. لو انت عايزه تحطي حطي. بس كده خلاص خدت التقديمه. بصوا البصل بقى وجماله وحلاوته. على فكره انا هنا ضفت شويه فلفل اسود، وعلى البصل دوت ضفت برضو شويه سكر عشان بس تبقوا يعني معايا على الخط كده. انا دعكت البصل ده بشويه سكر ماشي، بس نسيت ان انا ايه اصور. بس كده وقلبت الطماطم بتاعنا بعد ما قطعناه، وده كان شكل الرز بتاعنا خطير وجميل. بصوا مفلفل ازاي وحلو، عشان كل شويه نديله تقليبه لازم ناخد بالنا منه. وظبطنا له كمان الميه، ما زودناش الميه ايه عليه عشان خاطر ايه في طبعا خضار وكده، والخضار بيجيب ايه بيجيب ميه. ودي كانت ده كان فطارنا النهارده الجميل. كنت عامله صوبيا بالطريقه اللي انا عملتها معاكم. لو لسه ما شفتوش الفيديو بتاع الصوبيا والمشروبات روحوا شوفوه عشان بجد فيديو خطير خطير خطير. ده شكل الخضار بصوا تحفه تحفه ازاي، وشكل الشاورما بصوا ما شاء الله مستويه وجميله ودايبه دوب. يعني عايزه اقول لكم والله بجد احلى من بره. وجربوا فكره ان انتم ما تقطعوهاش وتسووها زي ما هي وبعد كده تقطعوها. والرز بتاعنا وجماله وحلاوته والخضار اللي فيه، حتى لو عيالك ما بياكلوش الخضار هياكلوه. زي ما بقولك بقى لو ولادك ما بيحبوش الخضار هيحبوه هياكلوه في الرز. بجد والله الرز ده من احلى واطعم يعني الرز اللي انت هتحبيه. عايزه اقول لك كمان لو مش عايزه تحطي القرفه الباودر ممكن تحطي قرفه عيدان، بس المهم ريحه القرفه تبقى موجوده فيه لانه بجد هو طعمه بيبقى حلو قوي بالايه بالقرفه. واي خضار ممكن تحطي ذره برده هيبقى جميل. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير وتشتركوا كمان في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.